السلام عليكم الخوت العزاز، بخير، نتمنى تكونوا في صحه جيده. خوتي، ما عرفتش انا هاد الكرغولي هذا واش راس الجران هذا واش كتعرفوه ولا ما كتعرفوش؟ هذا واحد السيد بالنسبه اللي ما كيعرفوش راه ما كيحملش شي حاجه سميتها مغربي وشي حاجه سميتها نجاحات مغربيه. مكروه، الله يستر، ما فهمتش منين جا هاد التكرغيل ديالو، ومصر انه يزرع الفتنه ويشكك بان المغرب محب للجزائر واننا خاوه ديما. هاد راس السطل في الحلقه اللي فاتت كان كيهضر على كيعقم على الخطاب الملكي وكيستهزأ به، كيقول زعما بانه ستو الحدود بيننا وبينكم، ما عندنا ما نديرو بكم. وهو راه ما فهمش بان يا الحمار راه الوحيد اللي غيستافد راه هما الجزائر. حنا بغيناكم نتوما تستافدوا وتنتعشوا معنا. وهاد الفتنه هادي اللي كتزرع راه جايه من خوتكم، من الرؤساء ديالك، من سيادك لفرنسا والعسكر اللي حاكمينكم فقط. هاد راس الجران هذا في هاد الحلقه كيهين الدول الافريقيه وكذلك كيهين المغرب باننا ترفضنا اننا نضموا معهم في مجموعه الاكواس. شوفوا شنو قال هذا الحيوان هذا. قبل ما نبداو مشاهده هذه الحلقه هذه كنتمنى منكم الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. قال لك بوزبير قدم الطلب لمجموعه الاكواس بالانضمام ورفضوا له. الافارقه رفضوا. وشو دابا هذه ضحكه؟ دابا هذه دخلنات عليكم بالله. هاد الضحكه اللي كيدير ديال هذوك خوتنا اللي لا حول ولا قوه لهم، ما خصنيش ندي عليك. الافارقه رفضوا بوزبير. على بالكم بهذه المعلومه ولا ما على بالكمش؟ منظمه الاكواس هذه فيها 15 دوله افريقيه، الدول اللي جايه في غرب افريقيا. موريتانيا كانت معهم وخرجت. بوزبير راهم حاطين الدوموند من 75. دابا هادشي شفيه ما يضحك، هاد الضحكه شفيه ما يضحك. الناس باغيين يتحدوا مع افريقيا، دايرين طلب باش يتحدوا مع افريقيا، نستافدوا. وهاد الاخبار المناوطه اللي جبتي انت منين جبتيها؟ راه كاع ما كاينه كاع. راه نقدر نتيقك الا جبتي هاد الاخبار من الاعلام الجزائري. ممكن صحيح. زيد كمل بلا ضحك. حنا الجزائر رايحه للبريكس، يعني رايحه لتكتل اقتصادي كبير عالمي اللي هو التكتل تاع البريكس اللي فيه لاشين وفيه الهند وفيه روسيا وفيه البرازيل. الجزائر هي حاطه طلب وكل الدول موافقه. والله الا هذا والله تبروش بالله، وكيدير داكشي ديال الدراري الصغار، ديال هذيك اللعيبه ديال انا عندي حلوه نتوما ما عندكمش. ويا المكلخ راه روسيا والصين علاش وافقوا عليك؟ راح يتولاو بوحدهم في العالم، راه ما بقى تابعهم حد هذوك دابا روسيا علاش باغا دير معكم علاقه؟ باش تغرقوا معها في الحرب فقط. وزائد نتوما وليتو كتعاونوا الدول المستعمره، ما بقيتوش كتدافعوا على حقوق الشعوب المستضعفه. بوزبير من 75 حاطين طلب باش يدخلوا لمنظمه الاكواس. منظمه الاكواس هذه نتاع افريقيا، فيها غينيا فيها مالي وفيها نيجيريا وفيها السنغال. هذو هما الدول اللي يشكلوا تكتل الاكواس. وتكتل الاكواس فقط مش بالمناسبه ماهوش تكتل اقتصادي فقط، بل ايضا تكتل سياسي، ودايرين اتفاقيه دفاع مشترك. وشتي لا حقاره قال لك فيها غينيا وفيها نيجيريا وفيها، وهذوك راه واعرين صاحبي، هذوك راه في كلها ثروات، راه بلاد الخير هذيك صاحبي. راه هذوك حسن من فرنسا اللي جالسه كتستعبدكم، اللي قاتله لكم 1.5 مليون اللي كتسميهم شهداء وما قادرينش تهزوا عليها الراس، وما عمرك ما قدرتي تهدر عليها. بالنسبه للدوله الجزائريه اليوم الرئيس عبد المجيد تبون، الناس اللي تبعوا الحوار قبل قليل راه مازال، اعتقد مازال يمشي. انا شفت الاكستري نتاعو، الملخص تاعو، وتبعت شويه من اللقاء لانه العناوين العريضه تقريبا الان رانا قدرنا نعرفوها، اللي هي بغيتي شي بنانه، بغيتي شي عصير، شتك كتأمأم علينا مالك ياك لاباس. هادشي غا من الخطوط العريضه عرفتي هاد العلم كامل. يلا سير نشوفوا شنو كاين. الرئيس تكلم على من ضمن التصريحات المهمه نتاعو هو انه الجزائر الان تتصدر افريقيا وتتصدر العالم العربي في تحليه المياه،
في منظومة تحلية المياه، وسنصل إلى عتبة إنتاج مليار و400 ألف لتر مكعب في يوميا في الفترة القادمة. شوف انا عرفتك ما فاهم والو ما عارف والو. هاد القضيه اللي قلتي ديال المليار وكذا راك خلطتي فيها، راه انت تفرجتي في الخطوط العريضه. انا اللي سقت الخبار بانكم تصدرتوا العالم باكمله في القنبول، وليتو اكبر قنبله عرفتها البسيطه. انا بعد اللي عارف تحليه المياه وليتو كتوفروا 70,000 مليار في الساعه، في الدقيقه، في القنبول، في الكيلواتور، في السنه، في الدقيقه، في المريخ، في الحريره، في الكسكسو. المهم خوتي الكرام، هاد السيد هذا راه غيحمقنا، راه ما فهم حتى زفته وداير فيها عالي درس الطنق. هذا عافاكم الخوت اللي عنده شي افكار لهذا القندوح هذا ما يبخلش علينا في الكومنتير ديالو. وفي الاخير كنتمنى منكم الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في حلقه قادمه ان شاء الله.